عايزة أسألِك سؤال دلوقتي يا صاحبتي، كام مرّة أجّلتِ حاجة أنتِ عايزاها أو نِفْسِك فيها لمجرد إنِّك حسيتِ أو فكرتِ إنها مش هتطلع زي ما أنتِ عايزة، وكل مرّة بتأجّلي وبتكوني مستنية الوقت المناسب وإنِّك تكوني جاهزة ومستعدة عشان تطلّعي الحاجة perfect، يوصفني يقول لِك إنِّك بكده عمرِك ما هتعملي حاجة. أنا عارفة دخلت عليكم فجأة، بس بصراحة ما حسيتش إن في حاجة هتخلّيكِ تركّزي معايا في الكلام اللي هاقوله ده قد الدخلة دي. فأنا عايزاكِ كده تركّزي معايا وتصحصحي وتاخدي الكلام اللي أنا هاقوله تدخّليه هنا، عشان بجد أنا باقول لِك الكلام ده خوفًا عليكِ وعلى وقتِك بدل ما تضيّعيه على الفاضي، أو بدل ما تعطّلي نفسِك وتدخّلي نفسِك في zone أنتِ في غنى عنها لو اقتنعتِ باللي هاقوله لِك دلوقتي. للأسف كُلّنا بنستنى اللحظة المثالية عشان نبدأ، بنستنى نكون جاهزين 100% أو بنستنى إحساس إن كل حاجة تبقى perfect، والحقيقة المؤسفة والواقعية إن اللحظة دي عمرها ما بتيجي. أيوه، زي ما باقول لِك، عمرها ما بتيجي، فلو أنتِ عايزة تفضلي مستنياها كتير، فمع نفسِك أنتِ بقى. أنا أفتكر إن في حاجات كتير لو كنت بدأتها وقت ما أنا فكّرت فيها أو على الأقل كنت كمّلت فيها بدل ما حسّيت إن أنا مش مطلّعاها أحسن حاجة، كان زماني في حال أحسن دلوقتي، بس الحمد لله. وأنا واثقة إن في كتير منكم زيي. للأسف فكرة الكمال والperfectionism خلّتنا متعطّلين، ودلوقتي ومع الأيام والوقت اللي بيمُر بقينا نحس إننا متأخّرين. والفكرة بقى إن الperfectionism بيبان كإنه طموح، لكن هو في الحقيقة قيد، قيد وعائق، لإنه دايمًا بيخلّينا حاسين إن كل حاجة ناقصة، وإن أي خطوة بنعملها برضه بتكون مش كاملة، وإن أي إنجاز صغير ما بيكونش مُرضي لينا لإنه ما حققش اللي كنا متوقعينه، وده اللي هيخلّينا نروح لفخ التوقعات. المثالية مبنية على إني باكون راسمة لنفسي توقعات عايزة أوصل لها، وأي حاجة باعملها ما حققتليش التوقعات دي بتكون مش مرضية ولا مجزية بالنسبة لي، اللي هو أنا راسمة لنفسي توقعات عشان أحس إني أنجزت أو نجحت، ولكن لو ما عملتهاش أو ما حققتهاش باحس إن أي حاجة عملتها ما لهاش قيمة ومش هي دي الحاجة اللي أنا عايزة أوصل لها، فبالتالي باتعطل وباقف مكاني وما باكملش. افتكرت دلوقتي quote عايزة أقولها لكم، هي عن كاتب فرنسي أنا مش فاكرة اسمه دلوقتي بصراحة، بس الquote كانت بتقول perfect is the enemy of good، بمعنى إن الكمال هو عدو لأي حاجة كويسة. فأنتم متخيلين إن محاولة الوصول للكمال والمثالية ممكن تكون عائق كبير يخلينا أصلا ما بنتحركش وما بنعملش أي حاجة كويسة؟ حسيتوا قد إيه الجملة وقد إيه الكمال ده ممكن يكون حاجة سلبية فعلا؟ فمن هنا عايزة أقول لكم حاجة على رأي الدحيح: ارمي نفسك، ابدأ، وما تستناش إن القلم يكون اللي أنت بتحبه، ما تستناش إن المكتب يكون متروق وزي ما أنت عايز. وكمان على رأي الباشمهندس أحمد أبو زيد: ورط نفسك. إحنا لو استنينا اللحظة المناسبة أو لو استنينا الوقت اللي نحس فيه إن إحنا جاهزين، إحنا كده بنعطل نفسنا وعمرنا ما هنبدأ. ولو ركزنا هنلاقي إن أغلب حياة الناس الناجحة أو اللي باينين إن هم ناجحين قدامنا بتبدأ بوقت هم ما كانوش أصلا عاملين حسابهم، هم ما كانوش واخدين بالهم إن ده هيحصل دلوقتي أو ما كانوش مستعدين ليه دلوقتي. الحاجة بتيجي بمحاولة سعينا وإنجازنا ليها. النجاح بيبدأ بخطوة صغيرة، مش بيبدأ إن أنا أكون جاهز ومستعد ليه. إحنا لما نبدأ خطوة ورا التانية وحاجة ورا حاجة بنوصل للي إحنا عايزينه. نحاول على قد ما نقدر نقلل توقعات، أو على الأقل نبطل توقعات أصلا. إحنا بنرسم لنفسنا أهداف، بنرسم لنفسنا خطة، بنبني لنفسنا حياة وطموح بنسعى ليه، لكن مش بنبني لنفسنا توقعات لو ما حققناهاش نبقى إحنا كده فشلنا. إحنا كده دايما هنكون بنعطل نفسنا إن إحنا نكون عايزين حاجات معينة، ولو ما حصلتش فإحنا هنوقف حياتنا، فإحنا هنعطل نفسنا، فإحنا مش هننجز. ده بيكون عائق، عمره ما كان نجاح، عمره ما كان طموح، عمره ما كان محاولة في إن إحنا نسعى لقدام. لما أنا أكون عملت حاجة وحاسة إن الحاجة دي مش زي ما أنا عايزة، ده يكون حافز ليا إن أنا أحاول مرة تانية وأبدأ أشتغل على نفسي مرة في التانية. محدش بدأ حياته ناجح ومحدش نجح من أول لحظة، إحنا بنبدأها step by step. كل الناس الموجودة على السوشيال ميديا دي لو رجعتوا وشفتوا قنواتهم من قبل كده وفيديوهاتهم في أول بداياتهم خالص وأول فيديو نزلوه،
عمره ما هيكون بنفس الإضاءة وبنفس الكواليتي وبنفس الحرفية والمهنية اللي بيعملوا بيها الفيديوهات دلوقتي، بعد ما عملوا أكتر من فيديو، بعد ما جربوا أكتر من برنامج، بعد ما حاولوا في حاجات كتير يطوروا من نفسهم. فكرة إن أنت بتبدأ وبتسعى وبتدوري وبتبدأي تطوري من نفسك، دي في حد ذاتها باينة، يعني دي حد ذاتها تبين قد ايه الشخص ده اتطور، قد ايه الشخص ده نجح، قد ايه الشخص ده بيسعى. لكن ان انا ابدأ من اخر السلم ده مش سهل، مش سهل ان هو يحصل. احنا بناخد السلم خطوة في التانية، لكن لما ابدأ من فوق هيبقى بسهولة جدا ان انا اقع. فدي كلمات مهمة جدا جدا، انا بقولك الكلام ده وبجد انا بسمعه لنفسي قبل ما بقولهولك. حطيه كده حلقة في ودانك، انتي محتاجة تبدأي، انتي ما تستنيش اللحظة اللي تكوني جاهزة فيها، ابدأي من دلوقتي واسعي. فانا مش عايزة منكم اي حاجة قد انكم تاخدوا الكلام ده وتحطوه حلقة في ودانكم وتتعاملوا على اساسه، وتتعودوا على انكم تبدأوا، ما تخلوش اي حاجة تعطلكم ايا كانت ايه هي الحاجة دي. وان شاء الله الكلام ده يكون رسالة لحد ما تساعده ان هو يتحرك دلوقتي ايا كان مين منكم. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بيه وتكونوا استفدتم منه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.